السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة إبداعات ندى. النهاردة أقدم لكم وصفة جميلة جدا لتفتيح المناطق الغامقة أيا كان لونها. بتفتح البشرة جدا وفتح المناطق الغامقة جدا وتوحد لون البشرة. وصفتنا جميلة جدا، بس قبل ما أبدأ الوصفة بتاعتنا حابة أقول لكم على قناة جميلة جدا هتستفيدوا منها قوي، وقناة لسه بادئة جديد بس ما شاء الله روعة وجميلة. هي قناة ست الحسن أو بريتي وومن. قناتها جميلة جدا وهدفها انها تخلي كل متابعة ليها وكل مشتركة معاها ست حسن بوصفاتها الجميلة اللي بتتميز بالبساطة وعلى قد الايد، وعندها كمان وصفات جميلة جدا للبيت. اتمنى تشوفوا قناتها وتستفيدوا منها ان شاء الله، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا على القناة وتشوفوا فيديوهاتها وتقولوا لها ان انتوا جايين من عندنا ده. يلا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة جدا دي. الوصفة بتاعتنا بنحتاج فيها اسكينول بالليمون، وده بيبقى موجود في الصيدليات. وبنحتاج كمان قطن طبي، اي قطن بقى اللي هو موجود برضو في الصيدليه. وبنحتاج معلقه كبيره من النشا ومعلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم. وبنحتاج زيت جونسون الاطفال او اي زيت اطفال، مش لازم جونسون، اي زيت اطفال يفضل يعني زيت جونسون. بنستعمله ازاي بقى؟ الطريقه بتاعته بسيطه جدا. حابه اقول لكم بس ان الخليط ده هيطلع لكم بلاوي، والله بجد جربوه وهتشوفوا بنفسكم. هنحتاج ايه؟ هنحتاج نص ازازه الاسكينول ديت اللي هو بالليمون، هنفضي نصها عشان احنا هنحتاج نصها بس. ونجيب ربع ازازه زيت جونسون ونحطه على الاسكينول ده اللي موجود معانا، ونضيف النشا وبيكربونات الصوديوم زي ما انتم شايفين كده. ونقلبهم كويس قوي. بنرج الازازه كويس جدا عشان كل المكونات اللي عندي تمتزج مع بعض وتختلط. وكل ما اجي استعملها لازم ارج الازازه. وبما اجي الاستعمال بقى، وقت الاستعمال بعمل ايه؟ بعد الشاور بتاعي بحط على القطن كده وابتدي امسح المناطق الغامقه اللي عندي. هتطلع معاكم يا جماعه، والله هتشوفوا القطنه لونها هيتغير ازاي، واللون يعني هيبتدي يفتح معاكم. وبجد بجد القطنه هي اللي هتبين بقى الفرق اللي هيطلع في قلب القطنه. في مجموعه من الملاحظات المهمه قوي تاخد بالنا منها، ان احنا لازم نوجه الازازه كويس جدا عند كل استخدام، عشان ممكن يكون بيكربونات الصوديوم والنشا متجمعين تحت. تاني حاجه ان احنا الوصفه بتاعتنا ديت تنفع لجميع اجزاء الجسم والمنطقه الحساسه وكل اماكن الجسم، ولكن ما نستعملهاش على وشنا لان ممكن تبقى شديده او قويه على وشنا، فبلاش منطقه الوجه، نستخدمها في اي مكان تاني. وبنستعملها بعد كل شاور. يعني بعد ما بتخلصي الشاور بتاعك بتستعملي الوصفة دي ممكن مرتين في الاسبوع. دي كانت وصفتنا النهاردة، وعايزة اقول لكم ان هي وصفة مجربة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واشوفكم في فكرة تانية وفيديو تاني ان شاء الله على قناة ابداعات ندى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.